قلت لهم اريد اشتغل وياكم، كلهم وافقوا، بس ابن خالي قال لا تشتغل ويانا، ايش جابك هنا؟ من كلام ابن خالي انصدمت صدمه ما صايره معقوله يعني. العمال البقيه قالوا لي شوف صاحب المحل وتعال، احنا ما يطلع بيدنا شيء، صاحب المحل هو المسؤول. رحت على صاحب المحل، صاحب المحل اصلا ما كان مهتم، قال لي ايش ناقصك روح اشتغل وياهم، يعني كان كلش حباب وقلبه طيب لأبعد الحدود. قلت له زين يوميتي ايش قد؟ قال 15000 انطيك باليوم. انصدمت من السعر، رديت عليه وقلت له والله ابن خالي قاعد يشتغل بنفس محلك وصار غني من ورا محلك. رد علي وقال لي يا غني ايش تحكي انت، هو يستلم باليوم 20000. انصدمت بهاي اللحظه الصراحه. قال لي صاحب المحل روح اشتغل بداخل المحل واذا كان ادائك زين راح ازود اليوميه مالتك. فعلا بديت اشتغل وياهم تقريبا اسبوع كامل. بعد هذا الاسبوع لزموني العمال اللي كانوا موجودين داخل المحل، قالوا لي انت يوميتك 15000 انت جاي تتحمل؟ قلت لهم عادي ترى 15000 داخل المحل احسن من ما اشتغل لي لباخ. من بعدها ما ردوا علي، ظلوا يكملون الشغل، كنا نرتب الاغراض اللي موجوده بالمحل. تقريبا